في ناس بتفتكر إنها كل ما تقول كلام حلو هي كده بتساعد. يعني مثلا لما حد يكون مكتئب أو تعبان نفسيا يقولوا له خليك إيجابي، ده كل حاجة بتحصل لسبب. أنت أكيد ما حاولتش كفاية. طب هو فين المشكلة؟ ده كلام شكله حلو قوي وكلام جميل. المشكلة إن الكلام الإيجابي ده بيبقى سام. والله الإيجابية السامة، يعني بدل ما تطيب الخاطر بتكسره. تيجوا نعرف إيه هي الإيجابية السامة. لما الناس ترفض أو تهمش أي مشاعر سلبية بحجة إن إحنا لازم نكون إيجابيين على طول. زي مثلا لما واحدة تحكي قد إيه هي مرهقة من ضغط الأمومة، فيترد عليها ويتقال لها بس أنت عندك أطفال حلوين، في أمهات يتمنوا كده، احمدي ربنا. على فكرة هي مش نكرة للنعمة، هي بس تعبانة ومحتاجة تفضفض أو حد يسمعها، مش يزوق لها التعب. اللي بيحصل هنا إنك بتقفل على الشخص إنه يعبر عن وجعه، فبدل ما بتساعده انت بتخليه يحس بالذنب انه اتضايق اصلا. طب يا ترى هي ليه سامه؟ علشان بتخلي الناس تحس انهم لو مش مبسوطين يبقوا غلط، وبتمنع اي دعم انه يوصل لهم، وتخلي الناس يحسوا بالحزن والتعب. او لما واحده تبقى مكتئبه فيتقال لها بس انت بتفكري كتير، انزلي غيري جو. او لما حد يتخذل ويتقال له كل حاجه بتحصل لسبب، ما تشيلش في قلبك. تيجوا بقى نعرف الفرق بين الايجابيه السامه والايجابيه العاديه. الإيجابية العادية هي اللي بتخلّينا نعدّي أي حاجة من غير ما نهرب منها أو ننكرها، زي ما أقول أنا متضايقة وزعلانة بس عارفة إن في أمل وكل حاجة هتعدّي. لكن الإيجابية السامة لمّا أضغط على اللي قدّامي وأكون عايزه يكون مبسوط على طول حتى لو هو غرقان من جوّاه، يعني ما ينفعش إنه يشتكي أو حتى يكون زعلان، لأ، لازم يكون دايمًا مبسوط. تعالوا أبسّطها لكم وأعرّفكم الفرق. يعني لمّا واحدة صاحبتِك تيجي تشتكي لِك قد إيه هي تعبانة ومضغوطة من الأمومة والعيال، لو أنا عاوزة أرد عليها بإيجابية عادية هاعمل إيه؟ هاحاول أحتويها وأخفف عنها وأبين لها قد إيه أنا حاسة بيها، وأفكر معاها كمان في طريقة إنها تخفف عنها ضغط العيال. لكن أنا لو عاوزة أرد عليها بإيجابية سامة هاحاول أبين لها قد إيه هي محظوظة، وإن غيرها يتمنى كده، وإنها ما تعيش الدور، وأخليها إيجابية. شايفين الفرق؟ الأولى أنا باحاول أحتويها، التانية أنا باحاول أنكر وأجبرها إنها تكون مبسوطة. طب تيجوا نعرف إزاي نحمي نفسنا واللي حوالينا من الإيجابية السامة؟ أول حاجة لما حد يجي يشتكي لنا نسمعه، مش علشان خاطر نرد عليه، علشان نفهم ونحس، وعلشان خاطر هو كمان يطلع اللي جواه، ونسمح إنه يطلع مشاعره اللي أكيد صعبة عليه، ونعرفه إنها مش ضعف، دي شجاعة وإنسانية. وما نحاولش نقول كلام نريح بيه نفسنا وضميرنا، علشان خاطر اللي قدامنا هيحس ان احنا بنسكته وخلاص، فمش هيشرح اللي هو حاسه. ويا ريت نفرق بين التشجيع الحقيقي والحاجات اللي بتضغط على اللي قدامنا عشان يبان انه كويس. طب هي الايجابيه السامه ان انا افضل اقول للي قدامي ان في ناس اقل منه وانه يحمد ربنا واقارنه باللي حواليه، ولا ليها اشكال تانية؟ في حاجات تانية زي إن أنا أفضل أحفّز اللي قدّامي بطريقة فيها أفورة، زي إن أنا أقول له أصل أنت ما حاولتش كفاية، أصل أنتِ بتجذبي الناس السلبية، وكأن الألم ده اختيار، فبالتالي الشخص ده هيحس بالذنب بدل ما يلاقي عطف. أو مثلًا إن أنا أقول لها إيه ده بس أنتِ شكلِك كويس أو طبيعي على فكرة، أو أهمِّش من الناس اللي عندها اضطرابات نفسية أو جروح داخلية، فبالتالي الناس دي هتسكت أو هتزوّر مشاعرها عشان تبان إنها كويسة، أو هيحسّوا إنهم عبء لو اتكلموا وقالوا إنهم تعبانين. فهيدفنوا جواهم وده هيخلق وحدة قاتلة. تعالوا بقى أقول لكم أشهر حاجات بتتقال في الإيجابية السامة. خلي عندك إرادة، ما تفكريش في الوحش، خليكي قوية، أو ما تعيشيش دور الضحية، أو كفاية نكد واضحكي بقى. كل دي جمل بتكتم بدل ما تطيب. لو في حد غالي عليك ومتضايق جرب تقوله أنا شايف قد إيه إن ده تقيل عليك، أو أنا هنا عشان أسمعك، أو أنا هنا علشان خاطر لو عاوز تحكي، أو تحب أقولك حاجة تساعدك ولا تفضفض بس. الكلام البسيط ده هو اللي بيفرق. خلينا ناس نكون بتسمع مش بتؤمن، بتحتوي بس مش بتحكم، واللي محتاج يسمع كلام حلو يسمعه بعد كلمة أنا فاهمك مش قبلها.